هختم يا كابتن معاك بسؤال عايز اجابته بدون تعليق. اتفضل. هل تشعر ان هناك في الكواليس احداث تهدف لرجوع امام عاشور على النادي الاهلي؟ ايوه ولا لا؟ انا باني ده خد بالك على شفت سلسله حاجات الايام الاخيره، اعتذار لجمهور الاهلي، اعتذار للكابتن خطيب، بيعتذر لوليد انا بتكلم على امام يعني، كابتن وليد سليمان قال لك انا عايز ادفع الكهرباء الغرامه، كهرباء عمل رقصته وهو رد عليه في بريتويت وكلام، والكابتن طارق يحيى هاجمه جدا في مؤخرا. انا هزيدك حته صغيره قوي. امام عاشور ومصطفى محمد بنسبه 60-70% ممكن يروحوا النادي الاهلي. مصطفى محمد كمان؟ لان انا دي انت بتقول توقع ولا بتقول معلومات؟ لا بقول معلومات. يعني انت يا كابتن ليك حد قريب؟ انا بقول لك معلومات اهو، انا بقول لك معلومات ان في حد اتكلم واللي عنده يطلع يكذبني، اللي عنده الموضوع يطلع يكذبني. يعني في حد في كلام اتكلموا خلاص ان خلاص مصطفى محمد المفروض يرجع على جلالة سراي خلاص اوريدي تعاقد مع حد ومش احتياج لمصطفى محمد. ففي حد اتكلم على الجزئيه دي والامور الى حد ما لسه في بدايتها. انما انا بقول لك بنسب بس دي قدرات ماليه ضخمه يا كابتن. الاعاره ما بتبقاش قدرات ماليه جامده زي ما حضرتك متخيل. يعني ممكن يجي اعاره لعيب فيهم مثلا او ايوه طبعا. ما انا بقول لك اهو، انا بكلمك بقول لك حضرتك بتقول لي معلومات وده اللي مسهل الموضوع على فكره يعني. انما فتوح اعتقد لا. انا بتكلم لا هو عشان مصطفى وامام الوقت مش على ذمه الزمالك كده ماشي. انا بكلمك على السوشيال ميديا مصطفى وامام على ذمه الزمالك. لا مش على لا بقول لحضرتك هم دلوقتي مش على ذمه الزمالك. ايوه ومفيش حاجه اسمها وقانون الاتحاد الدولي بيقول مفيش حاجه اسمها بكتب تعهد ان اللعيب لا مفيش حتى لا بس الاثنين كده بعيد عن التعهد. الكلام ده اتقال لا بعيد عن التعهد الاثنين عقودهم ما فيهمش البند ده كده العقود ما فيهاش البند لا ده في الكلام ده اتقال من حد هو الزمالك بيقول ما يقدروش وبتاع عشان احنا واخدين ورق عليهم بيقول كذا كذا كذا. مفيش الكلام دوت. طب انما حضرتك بتقول لي معلومات دلوقتي مؤكده. انا بقول لك معلومات دلوقتي. واتفتحت خطوط بين المسؤولين في الاهلي وبينهم او مع الوكلاء بتوعهم، وممكن تسال في الاهلي كده وشوف يقول لك ايه. لا حضرتك بس لو ده حصل لا يعني بس انت متاكد يعني انت عندك؟ بقول لك لو ده حصل هم وقالوا لا دلوقتي وجو بعد كده الموضوع تم. انا بطالب ان يحصل اعتذار ليا على القناه عندك. ماشي بس لو قالوا لا يمكن ما يقولوش لا. ما انا بقول لك لا ما انا بكلمك بقول لك اللي موجود يعني. تمام. كابتن عفت نصار انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.